في مشاهير شايفين ان النجومية انك تكون بعيد عن الناس، وبيشبهوا ده بالنجم اللي في السماء. شايفين انك تبقى بعيد ومش سهل ان الجمهور يلاقيك، يخلي الوصول ليك صعب ومهم. شايف كل اللي قلته ده؟ حطه على جنب، لان النهاردة الحلقة عن النجم اللي قريب من الناس، عم حسن حسني. واخد بالك انت؟ قلت عم حسن لانه فعلا انت تشوفه تحس انه من العيلة، قريب منك لدرجة انك حاسس انه شبه حد تعرفه، عمك، خالك، مرتاح له وعنده قبول غير طبيعي، يدخل القلب بسهولة حتى لو قدم دور شرير. النهاردة هنحكي عنه ونجاوب في الحلقة ليه عم حسن حسني بقى قريب من الناس والكل حبه. انزل بالتتر. وانا سعيد قوي، فرحان قوي 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 انهم لحقوا يكرموني وانا لسه عايش. عم حسن او حسن بس، طالما هنبدأ من الاول خالص، وهنا يبقى لازم نرجع لسنة 36 لما المصريين كانوا مركزين في المعاهدة البريطانية على مصر، وقت ما اتولد عمرو موسى ورفعت الفناجيلي، وقت ما علي ماهر بقى رئيس وزراء مصر. بس احنا هنسيب كل ده وهنروح حي القلعة لما اتولد حسن، طفل زي اي طفل، بس وهو لسه بيعيش طفولته وهو عنده لسه 6 سنين بتموت امه، وده بيكسر طفولته بدري، وبيضطر الاب ياخده ويغير المكان ونروح معاهم في حي الحلمية، حي تاني، بس الحي مش هو اللي هيخرجه من الاكتئاب. وهنا جه دور المدرسة الجديدة، مدرسة الرضوانية، عشان يلاقي نفسه على خشبة المسرح اللي كان له دور انه يبدأ يخرج مشاعره. فهتلاقيه وهو صغير بيعمل دور أنطونيو، وبياخد جايزة من حسين رياض رئيس لجنة التحكيم وقتها. وهنا اتعلق حسن بالتمثيل وبحسين رياض. بس في حاجة أكيد جت في دماغك، اللي يخلي واحد بدايته كانت دور أنطونيو عشان يبقى ملك الكوميديا. جايلك في الكلام. يخلص حسن المدرسة وياخد شهادة توجيهية، ويقرر انه لازم يحترف التمثيل، فيلف على المسارح والتياتروهات المنتشرة وقتها في مصر، وعمل فيهم كام سكتش، وده جراه اكتر في التمثيل لانه بقى قدام جمهور حقيقي. يمي خاف يعيد، يمي. وتيجي الستينيات وبينضم للمسرح العسكري، بس كان مشكلته انه حاسس ان فنه مش بيشوفه غير الجنود والعساكر واهاليهم، وده كان مضايقه جدا. بس تحصل النكسة وبيتحل المسرح العسكري، وبيروح حسن على مسرح الحكيم، وبيقدم مسرحيات كتير زي عرابي مع المخرج نبيل الألفي، والمركب مع نور الدمرداش وغيرهم، وده خلاه يقدر ينضم للمسرح القومي وبعدها المسرح الحديث، وبدأ اسمه يتسمع، فيجرب نفسه في السينما ويعمل كذا دور، بس كذا دور أقل إن يتقال عليهم أدوار ومحدش لمحه ولا عرفه. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ بس في السبعينات بيقرر حسن حسني إنه يوقف مسرح خالص، وده لما خد باله إن الدراما بدأ يبقى ليها قوة، وبدأ يزيد حجم أدواره في السينما، فيقول أنا هركز في السينما والتلفزيون دلوقتي، ويطلع جرسون القهوة في الكرنك فالناس تلمحه. هما بيقولوا ناصر هنحارب. لحد سنة 79 اللي بتيجي وتخبط الشهرة الحقيقية على باب حسن حسني لما بيعمل دور السكرتير في مسلسل أبناء الأعزاء شكرا مع نجم الكوميديا عبد المنعم مدبولي. وعلى فكرة المسلسل ده كان نسبة مشاهدته عالية جدا، وأي حد كان بيطلع في المسلسل كان بيعلم مع الناس. وافتكر كلام الفنان خالد زكي لما قال إنه ندم لما رفض دور ماجد اللي وافق عليه فاروق فيشاوي بعدها، وتألق فيه، وكانت بداية نجومية الفيشاوي الكبير. ولكن أكبر خطأ في حياتي إن أنا اعتذرت مرة، جالي مسلسل بابا عبده، اعتذرت عنه الأستاذ محمد فاضل وقال لي لا، ما أنا مش قابل الاعتذار وفكر تاني، ورحت ومعتذر تاني. انت هتعمل دور مين؟ كنت فاروق الفيشاوي. فكان فتحة خير على فاروق الفيشاوي. نرجع لحسن حسني اللي بدأ يدخل بيوت المصريين في الشاشات، وما كانش يعرف انها خطوة عشان بعد كده هيدخل قلوبهم ومش هيخرج تاني. حبيته من قلبك. حبيته يا فندم اهو بحبك. مش من قلبك. لا كده مش من قلبك. بحبك. تظهر استوديوهات عجمان ودبي، وبدأوا يختاروا ممثلين مصريين بسبب خبرتهم، فيجري حسن حسني عليهم ويعمل أعمال كتير لدرجة إنه نص الأسبوع كان بيبقى بره مصر. وتيجي الثمانينات ونلاقي إن اسم حسن حسني بقى مطلوب في الدراما بشكل كبير، فيعمل دور أبو لهب سنة 81 في مسلسل الكعبة المشرفة، ويرجع للمسرح على إيد الأستاذ جلال الشرقاوي ويعمل مسرحية طبيب رغم أنفه مع الأستاذ محمد صبحي، وده بيخليه يزيد في الموهبة، أو بمعنى تاني بتظهر موهبته أكتر وأكتر. طيب يا سيدي شكرا. وتيجي الفرصة المهمة، ومش هقول الأهم لأن الأهم لسه جاي. مستعجل ليه؟ سنة 82 بيشتغل مع المخرج عاطف الطيب في فيلم سواق الأتوبيس، وبيعمل شخصية عوني، وبيروح يجرب كذا دور لحد ما بيرجع سنة 86 لعاطف الطيب اللي مؤمن بموهبته وبيحط موهبته في المكان الصح. وده هنشرحه مرة تانية ازاي لما يكون معاك مخرج عارف أدواته وأدوات اللي بيمثل معاه بتفرق جامد. وبيقدم حسن حسني معاه فيلم البريء، وبيعمل دور الضابط فهيم، ويمثل معاه تاني سنة 87 في فيلم البدرون، وفي نفس السنة بتخطفه الدراما في مسلسل البشاير، وبيقدم العميد يسري مع أحمد زكي تحت مدرسة محمد خان في زوجة راجل مهم
سنة 88، وبيبدأ يظهر جانب تاني من تمثيله لما بيعمل سنة 89 عبده مشتاق، الدور اللي عايش لحد دلوقتي في رائعة أحمد رجب ومصطفى حسين مسلسل ناس وناس. والناس تعرف وقتها إن حسن حسني عنده كوميديا لطيفة بس مش قادرين يحددوا قوتها، ومحدش من المنتجين أو المخرجين بيلاحظوا ده. فوق 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 فوق. بس بنلاقي يحيى العلمي بيقدمه في دور يوسف الأزرع في المسلسل الأيقوني رأفت الهجان. إن شاء الله يكون منطق الشيطان نفسه. إحنا محاطين ببحر من الأعداء. ونوصل للتسعينات ويستمر اسم حسن حسني يكبر في الوسط الفني، ويشتغل مع أحمد زكي في فيلم الهروب. وتيجي سنة مهمة في تاريخه، سنة 92 اللي بدأت بواحدة من أهم النقط في مشوار عم حسن، وهو فيلم دماء على الأسفلت، الفيلم اللي خد فيه جايزة عن دوره الرائع في الفيلم. ولو ما شفتش الفيلم انت فايتك أداء رهيب من حسن حسني، يمكن ما تعرفش عنه حاجة. وعلى فكرة جايزة الفيلم بتاعته ما استلمهاش، واللي استلمها عاطف الطيب، لأن حسن كان مسافر وما كانش متوقع إن في حد غير النجوم هم اللي بياخدوا الجوائز. ويقدم في نفس السنة مسلسل بوابة الحلواني في دور شريف الكاشف، وبيعمل مسرحية جوز ولوز مع أحمد بدير وسعاد نصر، وطبعا مسلسل المال وبنون ودور الصول شرابي. ولما ما عملش الجزء الثاني وتبدل بالراحل الرائع محمد متولي، الناس زعلت جدا واعتبرته واحد من أسوأ التبديلات في الشخصيات في الجزء الثاني من المسلسل. وده ما كانش عشان محمد متولي، لكن الناس اتعلقوا بأداء حسن حسني في الدور، فما كانوش متصورين ان اي حد ياخد الدور مكانه. سين، هل ساعدت الحج على البطش بأهل الخان؟ وعلامة استفهام يا حضرة الضابط. جيم، نعم. وما يكتفيش بكده، ويتفوق على نفسه في فيلم سارق الفرح سنة 94 في دور ركبة الأوراداتي، وده دور صعب جدا جدا جدا، وخد عليه 5 جوائز من إيطاليا. هو سارق الفرح انا اتعرض في مهرجان القاهره الدولي، ما كانش ليا نصيب ان انا اخد جايزه فيه. ويقرر يبدأ سنة 96 ويقدم دور ضيف شرف شخصية مواطن في فيلم ناصر 56. ولو ما شفتش المشهد ده بعد الحلقة اتفرج عليه واكتب لنا في الكومنتات ايه رأيك في تمثيل حسن حسني. كنت بشتغل في الكومبانيه وفصلوني من غير سبب، لا لسبب، لما قلت ان الشركه دي على ارض مصريه. وبيزيد عليه الشغل في التسعينات، وبقى محبوب المخرجين وماركة مسجلة في الدراما المصرية، ويقدر يقدم أي دور عندك، كوميدي موجود، جد موجود، موظف غلبان موجود، شر موجود. وبقى ضيف دائم في أشهر المسلسلات زي أبو العيلة 90 وحلم الجنوبي، جمهورية زفتة وبريء في ورطة وأهالينا ولسه الذي أحبه وأميرة في عابدين. وهتلاقي كل واحد لما بيسمع اسم المسلسل بيفتكر دور حسن حسني، لأن وجوده كان إضافة. راح أقول لك أمانة إيه؟ محدش شايل عندي أمانات. هتقول لي أنت مخبيها، هقول لك لا، هتقول لي أفتش المحل والبيت. وبرغم كل ده ما نسيش المسرح، وبيرجع لنا بمسرحية حزمني اللي غيرت حياة نجوم كتير وهو منهم. عارف يعني ايه حسن حسني مطلوب منه يشيل الكوميديا بتاعت المسرحية كلها؟ قول ده مرهق، بس عملوه غيره كتير، لكن هو كمان خلى اللي مش كوميديانات يضحكوا واللي مش ممثلين يضحكوا. من الآخر خلى المسرح كله يضحك، وكانت فرصة انه يلمع هنيدي. وهنيدي نفسه قال بعدها حسن حسني هو اللي علمني ازاي اضحك الناس. ومن هنا بدأت رحلة هنيدي مع الكوميديا، واكيد هيجي يوم ونحكيها ان شاء الله. ابتداء من السنة الجديدة هيدخلوا شهر 7 في شهر 12 بأمر الله. تيجي اواخر التسعينات عشان عم حسن يقدم دورين مهمين قوي. الاول كان للدراما، الشيخ ابراهيم والد ام كلثوم، وشخصيه سينمائيه هتكون بدايه لجيل جديد هو اللي هيقودهم. وحط تحت يقودهم دي 1000 خط، لانه ما كانش هو السنيد، كان هو صانع الالعاب اللي بيخلينا نتعلق بافلامهم، ومن غيره كانت الافلام دي ما نجحتش او ما خدتش نفس النجاح اللي خدته دلوقتي. سنة 99 بيختاروا العبقري شريف عرفة عشان يقدم دور عبده والد علاء ولي الدين في فيلم عبود على الحدود. لحد هنا شخصية أب ياما اتقدمت، لكن الطريقة اللي قدمها حسن حسني وقيادته للفيلم، أو ممكن نقول شال الفيلم على كتفه وهو معاه وجوه جديدة لسه بتبتدي، ونزل قدام نجوم السبعينات والثمانينات واللي كانت السينما محصورة عليهم. لكن قدر عم حسن يخلي الفيلم ينجح ويتشاف ويتولد نجوم جداد هيكون منهم نجوم مصر لسنين كتير بعد كده. هو الدولار بكام النهارده؟ 6.25. اطلبي حماده. 6.35. اطلبيه انت. شاور على أي نجم في مصر من بداية الألفية وهتلاقي نجاحه ونجاح أفلامه كان السبب الأساسي فيها تواجد عم حسن حسني. على سبيل المثال محمد سعد اللي شاركه حسن حسني من أول ظهور شخصية الليمبي في فيلم الناظر في دور صغير، وكمل معاه لما بقى الليمبي 1 والليمبي 2 اللي هو اللي بالي بالك، وكمل معاه كل نجاحاته من عوكل لبوحة لكركر، وكانت بصمته واضحة في كل فيلم. يعني ايه؟ هو بيت شم النسيم؟ يا ابني انت فين؟ هنا على الخريطة. وفي عندك محمد هنيدي اللي اداله الفرصة في حزمني اياه، وبعدها عفروتو اللي لازم نقف عندها شوية، لأنها مش مجرد مسرحية والسلام، دي مسرحية حبها الجمهور بشكل فظيع، ويمكن تكون أكتر مسرحية للجيل ده اتحبت والناس بتحب تشوفها، وتقدم فيها واحدة من أجمل الثنائيات عم حسن مع هنيدي،
وده عجب الجمهور جدا. شغال في فرن عشان يسميك بقسماط؟ وماله بقسماط؟ البقسماط طويل وانت بتيفور معفن. ويمكن ده اللي خلى محمد هنيدي لما وقع في فيلم صاحب صاحبه او يعني ما حققش النجاح المطلوب يرجع لمين؟ لعم حسن، وعمل معاه عسكر في المعسكر ويانا يا خالتي عشان يرجع هنيدي للقمه تاني. بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحله. كل ده اهلي مش عاجبك؟ حتى علاء ولي الدين الله يرحمه عمل معاه كل افلامه من اول عبود على الحدود للناظر لابن عز. الساعة 4 معادك مع داني عاوز يستلف منك عشان يقضي شهر العسل مع انجي اللي سابتك. ونفس الموضوع لأحمد حلمي وهاني رمزي وأحمد مكي ورامز جلال وماجد الكدواني، حتى البنات زي منى شلبي ومي عز الدين ومها أحمد، وحتى اللي ما كانوش كوميديانات طلع معاهم زي أحمد السقا في أفريكانو، حمادة هلال في عيال حبيبة، أحمد عز في سنة أولى نصب، وكريم عبد العزيز في خارج على القانون. أنت واخد بالك حسن حسني مش بس بيمثل، ده بقى صانع نجوم. الراجل ده كان غريب في حاجه، الله يرحمه، اي حد بيقف معاه هو بياكله. انا حرامي يا ناس، انا حرامي. حسن حسني كان زي الجوكر في ورق اللعب، بيتلون حسب الموقف، كان بيعرف يلعب اي دور سواء كوميدي او تراجيدي. في الكوميديا كان بيرمي الافيه بكل سهوله من غير زق ولا مجهود زياده، وكان اللي بيميزه انه فاهم الجمهور، وكان عارف ان الكوميديا الحقيقيه بتطلع من القلب من غير تكلف ومن غير افيهات رخيصه او حركات مبالغ فيها. كان فاهم ازاي يخلي المشهد يعيش. معلم يا معلم توبتني وبقيت حرامي يا معلم. بس زي ما كل قصه ليها نهايه، بيجي يوم 30 مايو 2020 وبيرحل عم حسن حسني عن عمر 89 سنه بأزمه قلبيه بعد ما عمل اكتر من 515 عمل فني، وبيزعل عليه كل الوسط الفني والجمهور لانه ما كانش ممثل، ده كان روح السينما والدراما المصريه. وبعد ما مشي ما بقاش الكوميديا زي الاول، بقت الكوميديا في عصر حسن حسني حاجه واللي بيحصل بعدها حاجه تانية. الناس بقت عطشانه للضحكه البسيطه اللي كانت بتيجي من قلب حسن حسني من غير حركات مبالغ فيها او اهانات جسديه عشان الجمهور يضحك. ربنا يرحمك يا عم حسن. وبعد ما خلص المشروب قول لي ايه اكتر عمل فاكره لحسن حسني، وهل ممكن يجي حد زيه؟ مستني رايكم في الكومنتات. بس كده، لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير عشان توصل لكل الناس، وافتكر ان حكاوي الفن ما بتنتهيش. سلام.